مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع بعد 10 الأولى في هذه السلسلة المباركة من شرح كتاب رياض الصالحين. ما زالت الفوائد تترى والحكم والعبر تتتابع من خلال الحديث عن الباب الأول من هذا الكتاب العظيم، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال. فرغنا بحول الله وبقوته من الحديث الأول، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. واليوم مع الحديث الثاني في هذا الكتاب عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. الإمام النووي جاء بهذا الحديث في هذا الباب من أجل الكلمات الأخيرة فيه: ثم يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث العظيم يتكلم عن أمارة من أمارات الساعة الصغرى، وسوف نفصل إن شاء الله في بعض أمارات الساعة الصغرى إجمالا من خلال هذا الحديث. لكن تعالوا أولا كما تعودنا قبل أن نشرع في تفسير حديث نتعرف أولا على راوي الحديث. فلو كنا تكلمنا عليه من قبل نشرع مباشرة في الحديث، وإن كنا لم نتكلم عليه نعرف حضراتكم به. راوي هذا الحديث هو من؟ أم عبد الله عائشة بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع زهرة نبتت على شجرة مباركة راسخة الجذور مرتفعة الأغصان، أغصانها هناك وصلت إلى أعنان السماء. هذه المرأة حازت الشرف من كل نواحي، فزوجها هو سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو الصديق الذي لم تطلع الشمس على رجل أفضل منه بعد النبيين والمرسلين. وأمها أم رومان صحابية مهاجرة، وجدها أبو قحافة من الصحابة، وجدتها لأبيها أم الخير من الصحابة، وأختها ذات النطاقين أسماء، وزوج أختها واحد من 10 المبشرين بالجنة، بل هو حواري النبي في الجنة.
اللي هو الزبير بن العوام. هذه المرأة كما ترى من أسرة كلها عظيمة، من أسرة كلها عظيمة. كل الأسرة حملوا الإسلام على أكتافهم، ودان لهم الكل بالفضل وبالجميل. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، التي تزوجها النبي بأمر الله، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ما فيش مسلمة عندها علم السيدة عائشة. كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة أحيانا يهرعون إلى عائشة فتفصل بينهم. اسمع ما قاله الإمام الذهبي في مكانة أم المؤمنين عائشة. قال: هي عائشة بنت الإمام الأكبر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوج النبي، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. لم يتزوج النبي بكرا غيرها، ولا أحب امرأة كحبها. صح؟ لم يتزوج النبي بكرا غيره، وما أحب امرأة كحبه. ده كلام الإمام الذهبي. هي كانت تفخر على نساء النبي بأمور. اسمع بعض مناقب ومكارم عائشة. تقول: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله فتزوجني. ده نشان تميزت به. وتزوجني بكرا، وكان يأتيه الوحي وأنا معه في لحاف واحد، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آيات كادت الأمة أن تهلك فيها، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نساء النبي، وقبض النبي في بيتي وبين سحري ونحري. اللهم صل على محمد. النبي مات ورأسه على صدر عائشة، بل ودفن في بيتها. هذه بعض المناقب، وسنفصل كيف نشأت عائشة. تقول: لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان بالدين. تقول: أنا بدأت أفهم، لقيت والدي مسلم وأمي مسلمة. وأبوها مين يا أخي؟ أبو بكر. دي بنت أبو بكر. لم أعقل إلا وأبواي يدينان بالدين. وعلى هذا فقد ولدت عائشة رضي الله عنها في مكة، وخرجت إلى الدنيا بين أبوين عظيمين كريمين مؤمنين. ويكفي أن أباها هو الصديق، أول من آمن من الرجال، أول رجل يدخل في هذا الدين أبو بكر. بل وبعد إسلامه بأيام أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. سيدنا أبو بكر أسلم على يديه عثمان، أسلم على يديه سعد، أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يديه 6 بعد إسلامه بأيام. 6 وأي 6 من أركان أمة الإسلام، من 10 المبشرين بالجنة. بل وأسلم كل من في بيته.
الصحابي الوحيد اللي أسلم وزوجته أسلمت وكل أولاده أسلموا وأبوه أسلم بل وأمه أسلمت. دي ما حصلتش لحد أبدا، لا لعمر ولا لسعد ولا لعثمان، ما حصلتش غير لمين؟ سيدنا أبو بكر أسلم، زوجته أسلمت، الأولاد أسلموا، الأب أسلم، الأم أسلمت. ويا لها من رحمة من رحمات الله اختص بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نشأت عائشة وصلت إلى 6 من عمرها، طفلة، وكان الله عز وجل قد أعد لها من الفضل ما يطمح إليه كل نساء المسلمين. وهي في 6 من عمرها وعلى حداثة سنها صارت أما للمؤمنين. إزاي؟ تزوجها النبي وهي بنت 6 سنين، أي نعم، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين. 6 سنين بقت زوجة النبي. أيوة. كيف تزوجها النبي؟ الحديث في صحيح البخاري، ولنترك عائشة بنفسها تتكلم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة قطعة من الحرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. النبي زوج من عائشة بأمر مين؟ بأمر الله. رؤية تكررت أكثر من مرة، ورؤى الأنبياء وحي من السماء، يأتيه جبريل. هذا الكلام بعد موت خديجة رضي الله عنها، معه قطعة من الحرير، يقول: في هذه القطعة الحريرية صورة المرأة التي ستتزوجها. فيأخذها النبي منه، يفتحها، يجد صورة عائشة رضي الله عنها. عندما يقوم من نومه هي صغيرة، فيقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. وبعدين كيف تزوج؟ تقول أم المؤمنين عائشة: لما توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قالت خولة بنت حكيم اللي هي امرأة عثمان ابن مضعون، قالت للنبي: يا رسول الله، ألا تزوج؟ انت عارف سيدنا النبي لم يتزوج على خديجة في حياتها، بل ولم يتصرى عليها بأمة، بل وما تزوج وما تصرى بأمة إلا بعد عام من موت السيدة خديجة. مش كده؟ سنة. قالت السيدة خولة بنت حكيم للنبي: يا رسول الله، ألا تزوج؟ سنة من غير زواج، زوجتك متوفاة من عام، ألا تزوج؟ قال: ممن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. اللي تقول عليه تريدها بكر، كل الأبكار تطمح إليك، كل البيوت تشرف بنسبك. تريدها ثيبا، ماشي. وهذا ينم عن قمة ذكاء السيدة خولة. ثيب لشؤون البيت، لتربية الأولاد، وبكر لصدع قلب النبي كرجل.
النبي نفسه قال لأحد الصحابة: ألا تزوجتها بكرا تلاعبها فتلاعبك؟ قال: ممن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك. مين بقى أحب خلق الله من الرجال إلى النبي؟ وفي غيره سيدنا أبو بكر. عائشة. قال: فمن الثيب؟ قال: السودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. اخطبيهم. ففي يوم واحد سيدنا النبي خطب السيدة عائشة وخطب السيدة سوي. اذهبي فاذكريهما علي. قالت: فجاءت خولة بنت حكيم فدخلت إلى بيت الصديق وقابلت أم رومان اللي هي أم السيدة عائشة، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ لقد أرسلني النبي أخطب عليه عائشة. قالت: وددت، أتمنى يا ذي الهنا، وددت ولكن أنتظر الصديق ونعرف رأيه. شفت أدب الزوجة؟ الأدب حتى الخاطب النبي نفسه وهي تتمنى، لكن لا تقطع كلمة قبل أن يقول الرجل إيه رأيه. تعرف النهاردة في حريم بسم الله ما شاء الله، يبقى الراجل جالس كده كالمقطف وهي اللي بتتفق. ايه والله هنجيب كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، والراجل قاعد كده مربع. طب وانت يا حاج اللي تقول عليه ماشي، بتقول هي عليه ماشي، ايه ده؟ قالت لا لا لا، انتظر ابا بكر وانتظريه معي فانه آت. فجاء الصديق فقالت له مثل ذلك. قال: وهل تصلح له؟ ما هي إلا ابنة أخي، أو تصلح؟ فذهبت خولة إلى النبي ونقلت مقالة الصديق، فقال النبي: ارجعي فقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. أنت أخويا في دين ربنا، مسلمين زي بعض، إنما هذه أخوة لا يترتب عليها حرمة، وهي تصلح لي. فأتت خولة إلى بيت الصديق ونقلت مقالة النبي، فقال: اذهبي إلى النبي وأخبريه أن يأتني. فجاء النبي فأنكحه الصديق. تقول عائشة: وأنا يومئذ بنت 6 سنين. في فوائد هنا بقى. الفائدة الأولى سؤال هيطرح عليه: إزاي يا عم الشيخ النبي وهو عمره في هذه الآونة 50 سنة أو 51 سنة بالضبط يعقد على بنت عمرها 6 سنين ويدخل عليها وهي بنت 9 سنين؟ أقول لك: وما الغراب؟ جدتك أنت. سألها كده: يا جدة، تزوجتي من جدي وأنت بنت كم سنة؟ 12 سنة، مش كده؟ 13 سنة. أنا أمي تزوجت وهي بنت 13 سنة. ايه المشكلة؟ وكلنا كده، كل جدتنا وأمهاتنا كده. ده لما كانت البنت تتأخر إلى 16 من عمرها يقول لك دي ايه؟ بارد. هذه واحدة. 2: أطفال المناطق الحارة يبلغون قبل أطفال المناطق الباردة، ودي كانت عايشة في مكة. العوامل البيئية التي خلقها الله تؤثر، مش كده ولا ايه؟ يعني الولد في المناطق الحارة
13 14 سنة على أكثره يبلغ مبلغ الرجال. في أوروبا في أمريكا يبقى 18 سنة ولسه عيل. الجو نفسه له تأثير. 3 صلوا على رسول الله. لا تقس لي جسد عائشة بنت 9 سنين بجسد ابنتك الآن بنت 10 سنين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء وما زال الخلق ينقص حتى الآن. كل ما الزمن بيتقدم كل ما النسل بيكثر والأجساد تضمر، علشان الكون يسعنا. سيدنا آدم طوله 60 ذراع. تخيل لو في 2 مليون من البشر على هذا الحجم وعلى هذه الهيئة، يبقى الكون اتملى. شوف 60 ذراع في عرض 7 أذرع، كائن ضخم جدا. صلوا على رسول الله. طيب احنا 100 مليون و70 مليون والكون دلوقتي دخل في 3 مليار. بالله عليك الأرض تسع 3 مليارات من البشر بهذه الضخامة؟ صح. فدي من حكمة الله. خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء وما زال الخلق ينقص حتى الآن. إذا كانت ما شاء الله ما شاء الله جسد يلائم زمنها ضخم. ثالث حاجة، النبي لم يدخل بها إلا بعد البلوغ، ما هو انتظر إلى 9 سنين. 5 حاجة ودي مهمة: هل عقد الزواج على البنت قبل سن البلوغ باطل؟ صحيح، بل لعلك تعجب، والدخول بها قبل البلوغ صحيح شرعا، صح، حتى قبل البلوغ يجب أن يفهم هذا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم من هذا كله الآمر للنبي بالزواج منها وهي في هذه السن مين بقى؟ الله. خلاص، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. نمل بأمر الله. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت 6 سنين، ولم يبني بها إلا في المدينة وهي بنت 9 سنين، إنما بنى بالسيدة سودة وتفردت به 3 سنين. ستنا خديجة تفردت بالنبي عمرها كله. ستنا سودة تفردت بالنبي 3 سنين تفردت به. بعد الهجرة، بعد الاستقرار في المدينة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وفي شهر شوال. صلى على رسول الله. تقول عائشة والحديث في صحيح البخاري: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج فوعكت فتمرق شعري، إلى أن قالت، ده بتحكي لنا ليلة البناء، يوم الفرح، اليوم اللي أهديت فيه إلى النبي. تقول: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. يوم الفرح كانت بتعمل ايه؟ تتمرجح، بتلعب. 9 سنين. وإني لفي أرجوحة مع صواحب لي، فصرخت بي، يعني يا بنت، فأتيتها حتى أوقفتني على باب الدار ولا أدري ما تريد بي، وإني لأنهج حتى سكن نفسي. سابتني لحد ما هديت، سكن نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت وجهي ومسحت شعري، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. ده دول جايين يشوفوها تصلح النهاردة كامرأة، تصلح كزوجة ولا لسه صغيرة؟
صليتوا على رسول الله؟ شافوها كده بسم الله ما شاء الله يعني أنثى. فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، زوؤوها، فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. فرح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من لبن فشرب، ثم أعطى لعائشة زوجته علشان تشرب. الأول قدم لها اللبن فاستحت، فقال لها نساء الأنصار، نساء بقى مخضرمات، خذي من يد النبي زوجك، فشربت من الإناء. ثم أخذه النبي فالتمس موطن شفتيها في الإناء وشرب. دي تسميها ايه؟ ملاطفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتك تعرف تتجوز زي النبي صلى الله عليه وسلم. ملاطفة. احنا اتكلمنا بقى في كيف تكسب قلب زوجتك بما فيه الكفاية، مش هنقعد نعيد ونزيد في الذي قلناه. بنى بها إذن ومهرها متاع بيت. شوف مهر ستنا عائشة ايه؟ متاع بيت. ايه متاع البيت؟ تقول لي ما احنا بنعمل كده. بقول لك هديك بنتي بس فرش لي 4 أوض. متاع بيت. وهل بيوتنا كبيت النبي؟ إن أفقر واحد فينا والله العظيم في بيته من الأثاث ما لم يكن حتى في بيت النبي. والله تقول أنا عندي كنبة اسطنبولي وسرير بعصافير، ما النبي ما كانش عنده كده، كان بينام على الأرض. يعني إيه بقى؟ السرير ده بدعة؟ يا أخي حد قال بدعة؟ البدعة تكون في الدين. أنا بأمر كل الناس يكونوا مبتدعين في الدنيا ومتبعين في الدين. الدنيا ابتدع. الإسلام بيحرضك إنك تكون مبتدع في الدنيا. اخترع طيارة وصاروخ وسفينة وكل تقنية حديثة نخترعها، إنما في الدين لا لا لا. الدين كامل، لا يحتاج إلى فلسفات ولا يحتاج إلى منطقات من أحد. أمال يحتاج إيه؟ يحتاج لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. شو اللي يحتاج؟ أنت اللي تحتاج. تحتاج أنت. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص سمعنا وأطعنا. يبقى مهر ستنا عائشة كان متاع بيت، عبارة عن مرتبة حشوها ليف النخيل. ليف النخيل اللي هو أردأ أنواع الليف، ده الحشو، وفراش ورحى وبعض الأواني من أجل العجن وما شابه هذا. انتهى. مرة أشفقت على النبي، قامت طبقت المرتبة الليف تطبيقتين عشان يستريح، فغضب النبي وأمرها أن تردها كما كانت. شوف سيدنا النبي. وكان عندها حصير نام عليها النبي في مرة، ودخل عمر فرأى أثر نومة النبي على الحصير الممزق الثمر في جنبي النبي. حصير قديم، والحصير كان برضه من ايه؟ من اسمه الزعف بتاع النخل ده. فنايم فأثر في جنبه، فبكى عمر وقال أنت صفوة خلق الله تنام على الحصير البالي حتى يؤثر في جنبيك، وملوك الروم والفرس وهم كفار ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ صلوا على رسول الله. الدرس هنا لكل أب
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تغالوا في المهور، فلست أنت بأفضل من الصديق، ولا تساوي ابنتك قلامة ظفر من عائشة رضي الله عنها. ومع هذا رضي الصديق أن يكون مهر عائشة على غناه. هو الصديق كان فقير، لكن عنده ذهب يقطع بالفؤوس، على غناه رضي أن يكون المهر متاع بيت في قمة، يعني أقول إيه، الرخص وقمة التفاهة من الناحية المادية. دخلت عائشة ودخل بها النبي وهي ابنة 9 سنين. طيب 9 سنين مع واحد عنده في الوقت ده 53 سنة 54 سنة، عاش معاها ازاي؟ في فارق في السن كبير، 40 سنة وكسر. طب ازاي؟ عاشت والسعادة ترفرف على بيتها، وقلبها يطير محلقا في السماء من السرور، لأن النبي مش أي زوج. اسمع كان بيعملها ازاي. تقول أم المؤمنين عائشة، اسمع بقى، في صحيح البخاري: قدم وفد الحبشة على رسول الله ودخلوا المسجد، فقاموا يلعبون في المسجد بالحراب. مسكين حراب، مسلمين من الحبشة بيلعبوا في الجامع بالحراب، لعبة عسكرية كده في المسجد، وعائشة من وراء النبي تنظر تتفرج. قالت: فرأيت النبي يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم. تقول له أتفرج بس، 9 سنين اتفرج، واقف كده على الباب وهي من وراه محدش شايف، هي شايفه عمالة تتفرج. هو يقول لهم ايه؟ دونكم بنو أرفدة، يلا العبوا يلا، ها يحميهم يعني يحمسهم، عايز زوجته تتفرج مش كده؟ صلى على رسول الله. وبعدين واقف كده فقال لها: يا عائشة هل شبعتي؟ كفاية بقى كده؟ قالت: لا، خليك واقف شوية. فضل واقف. بعد شوية: هل شبعتي؟ تقول: لا. تقول وهو يراوح بين رجليه. شوف النبي محمد تعب من الوقف، عمال ايه؟ يراوح بين رجليه، مرة يتقل على اليمين مرة على الشمال، يراوح بين رجليه. تقول: حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحريصة على اللهو. يعني عامل زوجتك على قدر سنها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع عائشة. في صحيح البخاري أيضا تقول أم المؤمنين عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله. قالت: وكان يأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. روى أبو داود والنسائي والحديث إسناده صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. قدم من غزوة تبوك أو خيبر، الشك منها هي. وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر من بنات لعائشة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: وما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أوما سمعت أن سليمان كانت له خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى بدت نواجذه. صلوا على رسول الله. يعني ايه؟ يعني هي يوم الفرح أهديت إلى النبي ومعها بناتها. بناتها اللي هم مين؟
عرائسها، عاملة عرايس، عارفينها القماش دي بتاعت العيال الصغيرة، العروسة شايلة ايه؟ اللعب، ومعها بناتها. النبي ما اعترضش، عاملها على قدر ايه؟ سنها وعلى قدر عقله. مرة جاي من غزوة تبوك، لقى الكوة اللي في الحيطة الخزنة بتاعتها حتى ستارة كده، الهوا طيرها، بص لقى حبة لعب أطفال، عرايس قماش، وبعدين لقى حصان ليه جناحين. بقول لها ايه ده؟ قالت له حصان بجناحين. قال لها في حصان بجناحين؟ قالت له يا سلام، انت ما تعرفش ان سليمان كان عنده حصانه بتطير؟ قال بتعرف النبي، تعرفوا حاجه عن سيدنا سليمان، انت ما تعرفش ولا ايه؟ اللهم صل على محمد. فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، بل كان ينزل الى مستوى سنها حتى يلاعبها ملاعبه الاطفال. نعم، أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكنت جارية صغيرة، جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، لسه لم تثقل. نعم. قالت: فقال رسول الله للناس: تقدموا تقدموا، للجيش، فتقدموا. ثم قال: يا عائشة تعالي حتى أسابقك، تخشي لي سبق. شوف النبي عنده يجي 56 57 سنة في الوقت ده، وهي عندها 12 سنة بتاع، تخشي لي سبق. يا سلام، النبي النبي. قالت: نعم، فسابقته سبقت خفيف، فسكت حتى إذا حملت اللحم نسيت بقى القصة دي، وخرجت معه في بعض أسفاره، قال للناس: تقدموا تقدموا، فتقدموا. ثم قال: يا عائشة تعالي أسابقك، تخشي لي سبق. قالت: نعم. انت ما نسيت ولا ايه موضوع؟ ما انا غلبتك قبل كده. طبعا هي نسيت. نعم. فسابقته. قالت: فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: يا عائش هذه بتلك، يعني ايه؟ واحدة بواحدة، فاكرة من كم سنة اديني غلبتك اهو. اللهم صل على محمد. في فايدة مهمة جدا نسيت اذكرها في الحديث الذي قلناه قبل هذا الحديث، موضوع العرائس والدمى، إن هي كانت معاها عرايس لعب قماش. في هذا دليل على جواز التصوير إن كان في صورة دمى يلعب بها الأطفال وتهان. التمثال يعني، هل كل التماثيل حرام؟ لا، مش كلها حرام، منها ما هو مباح. زي ايه؟ التماثيل التي ليست لشيء له روح، لا الإنسان ولا الحيوان، إنما الشجرة، ماكيت لعربية، أجيب الطين الصلصال وأعمل بيه عمارة، حلال، ما هو اسمه تمثال برضه، مش كده؟ أو لشيء له روح إن كان عرائس تلعب بها البنات وتهان. والدليل إن ستنا عائشة نفسها في بيت النبي محمد نفسه كانت معها هذه الدمى ولم ينكر عليه، بشرط إن هي إيه؟ تهان. مش جايب لي قط فرعوني يقول لي لعبة وحطه على المكتبة، ده بقى ديكور. جايب لي دب بتاع الأطفال وحطه في آخر العربية، هو ده دمية بيلعب به؟ ده بقى ديكور. هنا حرام. احنا نتكلم عن ايه؟ لعب الأطفال، الدمى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان احب امرأة الى قلب النبي محمد كانت عائشة. ففي صحيح البخاري قال عمرو بن العاص للنبي: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟
من أكتر إنسان بتحبه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. يا سلام، مين أكتر إنسان بتحبه؟ قال له عائشة. قال أنا أقصد بسأل عن راجل. قال له أبو عائشة. اللهم ارضى عن عائشة وارضى عن الصديق. أي كرامة وأي فخر دخل في بيتكم يا صديق. وعند الطبراني بإسناد حسن تقول عائشة: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ مين أكتر إنسان بتحبه؟ هي اللي بتسأل بقى بدافع الغيرة. قال: ولما؟ تسألي ليه بقى؟ ليه؟ شوف هي ذكائها بقى، شوف الذكاء. قالت: لأحب ما تحب. هو أنا بسأل ليه يعني؟ علشان أحب اللي أنت بتحبه. قال عائشة: استريح، أنت أكثر واحد. بل في غيرتها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة: من أحب زوجاتك إليك؟ قال: أنت. قالت: إذن اجمع كل نسائك واذكر لهن أن أحب امرأة إليك منهن أنا. موقف صعب. لو أنت متجوز 2، أم محمد وأم إبراهيم ولا أم عمرو وأم حسين، زي ما تسمي بقى، فواحدة قالت لك أنت قاعد أنت وهي لوحدكم بقى، مين بتحبني أنا أكتر ولا التانية؟ طبعا هتقول إيه؟ أنت. وأنا بقول لك قول أنت حتى لو مش طايقها، قول. تروح للثانية: أنا ولا أنت؟ طبعا. هي دي تيجي فيك حاجة؟ نسيبها للعيال كده، أبوها ميت غلبانة عشان بتربي العيال، مش كده؟ وأنت مش طايق الاثنين، لكن قول علشان تعرف تعيش وتاكل عيش. صلوا على رسول الله. ستنا عائشة بقى وضعت النبي في هذا المأزق. قالت له: خلاص اجمع كل زوجاتك قول الكلام ده. قال: أفعل إن شاء الله. وراح مديها درهم. ومر على نسائه كعادته، كان يطوف على نسائه في النهار فيقترب ويقبل ويلامس، غير أنه لا يجامع. الجماع لصاحبة الليلة. فطاف على نسائه وأعطى لكل واحدة درهم. بكرة اجتمعنا عند عائشة. فاجتمعنا، فوقف بجوار عائشة وقال: أحبكن إلى قلبي المرأة التي أعطيتها الدرهم. اللي هي مين بقى؟ مين؟ كل واحدة فاكرة أنا بقول برضه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف خليك كده يعني اصحى كده زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول كانت أحب النساء إلى قلبه. وفي الحديث الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. اللي هم مين؟ آسية بنت مزاحم زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الله، طب فين السيدة عائشة في دول؟ ما تقرأ الحديث لآخره. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ايه رأيك؟ عارف الثريد يعني ايه؟ اللحمة والفات. شوف ستنا عائشة بالنسبة للنساء بقى زي فضل اللحمة على الفول المدمس. شوف الفرق بقى، 2 بروتين بس شتان. وفضل عائشة على سائر، والنبي ما بيقولش كده مجاملة، النبي لا ينطق إلا بالحق، مش بيجاملها على حساب الدين، ده الحق، ده حقها، هذه مكانتها فعلا. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. النبي عاش معها في بيت ترفرف عليه السعادة. تقول عائشة:
كان يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. رواه مسلم. شوف المعاشرة الزوجية، يديها قطعة اللحم بإيديه عشان خاطر كل دي مني، تاكل تترك قطعة يشوف كانت منين بالظبط ويضع موضع فمه على موضع فمها في الطعام ويأكل. ده يعمل حب، يعمل ألفة. كان يدللها يا عائش، يا حميراء، يناديها باسم فيه محبب للمرأة، ولازم كل واحد فينا ينادي امرأته باسم كده محبب، يعني على الأقل يا أم فلان، يقول لها يا قطة، يا بطة، يا أي حاجة بالكلام ده. صلى على رسول الله. أيوة النبي اهو كان يقول يا عائش، وكان يقول يا حميراء صلى الله عليه وسلم. وده كان معلوم لكل الصحابة إن أكثر زوجة يحبها عائشة، بل كان معلوم لكل نسائه، بدليل إن ستنا سودة لما كبر سنها وأرادت أن تتنازل عن يومها تنازلت لمن؟ لعائشة. ليه؟ لأنها عارف إن أحب زوج القلب النبي مين؟ عائشة. بدليل أنه لما مرض في آخر حياته كل النساء قلنا يقضي أيامه الأخيرة في بيت مين؟ عائشة. ليه؟ لأنهن يعلمن أن أحب نسائه إلى قلبه من؟ عائشة. حتى الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة تقربا إلى مرضاة النبي. عايز يهدي النبي، يهدي فين؟ في اليوم بتاع ستنا عائشة في بيت عائشة، هذا معلوم. وفي صحيح البخاري حديث جميل جدا بيوريك صورة من داخل بيت النبي. تقول عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد. تحلفي برب وتقول لا وربنا. هي بتحب النبي فتحطه حتى في القسم، بس قسم جائز، لا وربه محمد. وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، بتبقى زعلانة من النبي. شوف هي الرد رد روعة. قالت: قلت أجل، حصل أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. شوف الرد الحلو بيحصل، بس صدقني الكلام ده من وراء قلبي، لكن حقيقة أنت متربع كزوج في على سويداء قلبي. شفت الزوجة الودودة المتحببة لزوجها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى. قال: المرأة الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها وضعت يدها في يد زوجها وقالت: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. شفت المرأة اللي في الجنة أوصفها إيه؟ ودود، على طول بتقول لك كلام حلو يفتح نفسك، كلام طيب، ولود. وبعدين انت تزعلها، انت تغضبها، او هي تزعلك، ما بتستناش ان انت تيجي تصالحها. هي غلطانة، هي مظلومة، تأتي تضع يدها في يدك تقول لك: لن أكتحل بغمض حتى ترضى. الصنف ده عندكم؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حب النبي في عائشة أنه كان أحيانا يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض، يقرأ القرآن أحيانا
ورأسه في حجرها. شوف نايم ازاي، شوف النبي مع زوجته حاطط دماغه على فخذ زوجته. تقدر تعملها؟ والله تديك بالكوع تصير لك سنانك. قوم فز نايم لي شوف نايم ودماغه على فخذ عائشة وبيقرأ قرآن وهي حائض. اللهم صل على محمد. فشوف لما مات فين؟ دماغه على صدرها على قلبها بين السحر والنحر. حاجة عظمة، حب. وفي مرة، وكل هذه الأحاديث صحيحة، كان متعود أن السيدة عائشة هي التي تغسل شعره، هي تغسل دماغه، وكان في المسجد معتكف. قال يا عائشة تعالي اغسلي لي شعري، لأن الفرق كان بين بيت النبي والجامع جدار. قالت إني حائض، والحائض ما تخشش المسجد. قال ليست حيضتك في يدك. طب وبعدين يعني أدخل ولا ما أدخلش؟ عارف عمل إيه؟ تسلق الجدار، شعبط في شباك في المسجد، وأدخل رأسه جسمه في المسجد ودماغه إيه؟ في البيت كده جوه. وقال الآن اغسلي شعري يا عائشة. عايز يقول لها إيه؟ إني أنا ما أقدرش أستغنى عنك سواء كنت في الطهر أو في الحيض. شوف النبي كزوج لا يشعرها بالاستغناء عمره، ولا يشعرها بالاستعباد. كان بنفسه يرقع الثوب، يخصف النعل، يحلف الشاه، يقم البيت. طب ما هو موجودة ايه؟ أبقى أنا راجل قاعد وماسك مقاشة وبكنس في الشقة، ما تنقصف رقبتها يا أخي، تكنس. أنا هقوم أعمل شيء اللي هو أنا هفأ؟ ما تقوم هي. سيد الرجال سيدنا النبي كان بيعمل كده، وعشان كده نجح قوي قوي في زواجه. اللهم صل على محمد. اسمع هذا الموقف الجميل، والحديث رواه أبو داود وهو قوي الإسناد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة صوتها يعلو في بيت النبي. في مشكلة صغيرة انفعلت فصوتها ارتفع، فقال الصديق: يا ابنة فلانة ترفعين صوتك على رسول الله؟ قالت: فحال النبي بيني وبينه وقال: يا صديق، يعني ما دعوناك لهذا؟ فخرج الصديق فجعل النبي يترضاها ويمازحها ويقول: ألم تري أنني أنا الذي أنقذتك من غضبة الرجل؟ شفت بقى مين اللي أنقذك من العلقة دي؟ مين اللي خلصك بقى؟ مش أنا خبيتك ولا ظهري كده؟ وانتهى الموقف. بعد يومين ثلاثة سيدنا أبو بكر جاء يستأذن، ما هي بنته، فسمع صوت عائشة يضحك والنبي بيضحك، فقال: كما أشركتماني في حربكما فأشركاني في سلمكما. وانتهى وموقف وعدى. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لسه كتير؟ طيب، موقف من مواقف غيرة عائشة كان نفسي نعملها درس لوحده، لكن خد عندك ابنة الجون. هذه المرأة التي عقد عليها النبي في ليلة البناء السيدة عائشة والسيدة حفصة مع جملة النساء يصلحنها. ثم تقول لها ايه؟ تريدين ان يحبك النبي؟ عايزة تكسبي قلبه قوي قوي؟ هتلاقي خلاص الوصفة بقى. عندما يدنو منك قولي له: أعوذ بالله منك. هيحبك على طول، هتملكي قلب. فالمرأة مش واخدة بالها، ده بدافع الغيرة. فليلة البناء النبي اقترب منها كالأزواج، قالت: أعوذ بالله منك. قال: عدتي بعظيم، الحقي بأهلك، يلا. ولذلك النبي، أنا قلت في خصائص النبوة من خصائص النبي محمد
أنه لا يكره امرأة أن تعيش معه. لو قالتها له مرة حتى لو ندت بعدها بالسلامة، أعوذ بالله، ما حققش خلاص، أعوذ بالله منك لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وهذا من ألفاظ الطلاق بالكناية، مع نية الطلاق يقع إيه؟ طلاقا. هذا من مواقف غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها. من المواقف المدهشة في غيرتها ما رواه البخاري، تقول عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيته، ولكن كان رسول الله يكثر ذكرها، يكثر من ذكرها كل شوية: يا سلام على خديجة، اللهم ارضى عنها، يا على أيام خديجة، يا سلام، اللهم ارحم خديجة، في وجود ستنا عائشة. فالغيرة مع أنها ما شافتهاش أصلا. قالت: وكان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ويبعثها في صدائق خديجة، فقلت في مرة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ قصدها على مين؟ بس تعرف شوية تقول لي خديجة خديجة خديجة. امرأة كانت عجوز فوق 60 سنة، حمراء الشدقين، اسنانها وقعت، وكانت سيب وانا بكر، ربنا اكرمك بافضل منه. قال النبي: لا والله ما ابدلني الله بخير منها. وبعدين ارست ودن خفيفة، قال: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، إلى أن قال: ورزقت منها الولد ولم أرزقه من غيرها. دي بقى أقوى من 100 صفعة، لأن عائشة لم يرزق النبي منها الولد. دي قرصة ودن جامدة قوي. صلوا على رسول الله، قرباك. لكن شوف النبي الوفي، الوفي، امرأة ماتت من سنين ما انساهاش، يذكرها بالخير حتى أمام الجارة اللي انتم بتسموها الضرة، وعندما وقعت فيها ما سكت، ما كانش يسكت على الجور أبدا. نعم أنا أقبل منك هذه الغيرة، لكن لا ظلم، لا مجاوزة للحد. من يومها ما وقعت في خديجة رضي الله عنها. انتهى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي في التعليق على الحديث ده، يقول الله، يقول: وانظر إلى غيرة عائشة من خديجة وهي لم تراها أصلا، هذا من أعجب ما يكون. تغار من امرأة عجوز ميتة لم تراها، ويصرفها الله عن الغيرة من الزوجات الأحياء اللي معاها. طب ما تغيري من حفص، من أم سلمة، من زينب، تغير من واحدة ايه ميت. قال: وهذا من ألطاف الله بها وبالنبي حتى لا يتكدر العيش. فهمت اللي الذهبي عايز يقوله؟ صلوا على رسول الله. هذه بعض المواقف من غيرة أم المؤمنين عائشة، ولسه في بقى كلام كثير. علم عائشة، فطنتها وذكاؤها، وفي بقى حادثة الإفك دي اللي عايزة درس لوحده، وفي موت النبي، وفي حياتها في عهد الصديق. لسه في كلام كثير، لن يكفينا درسين أو 3 في أم المؤمنين عائشة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. الأسئلة: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. عندنا في العمل كلهم عوام، وأنا أؤمهم في الصلاة، ولكنهم يقولون أنت أصغرنا في السن، فماذا أفعل؟ لا تعجبني كلمة عوام. إحنا كإخوة نقول عن الناس التانية عوام، ده ما يعجبنيش. إحنا كمان عوام، ده إحنا أعوام من العوام. يا أخي ما تشوفش نفسك كده، كلنا عوام. هو أنت ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن كثير؟ صلوا على رسول الله. على أي حال بيقول أنا بصلي بيهم وهم بيرفضوا الإمامة لأن أصغر واحد في السن. هم مخطئون،
لأن اللي بيؤم القوم أقرأهم، وأقرأهم يعني أحفظهم وأفقههم. وفي صحيح البخاري سيدنا عمرو بن سلمة كان يصلي بالناس وعمره 6 سنوات، يصلي بالصحابة، الإمام بتاعهم عنده كم سنة؟ 6 سنين. وكان يسجد أحيانا فيبدو استه، جلابية قصيرة، حتى قالت امرأة: استروا است إمامكم. قال: فأهدوا لي قميصا جلابية فما فرحت بشيء كفرحتي بها. يبقى صلي، احنا عايزين الأحفظ. لو عنده 5 سنين يبقى أمام، 10 سنين خلاص وما. ما هي البعير؟ البعير اسم يطلق على الجمل، بس مش أي جمل. عندك الناقة دي الأنثى، عندك الجمل ده إيه؟ الذكر، عندك الفصيل ده إيه؟ الابن، عندك الراحلة دي إيه؟ التي تسافر عليه، البعير اللي بيحمل عليه التجارة، البدن الناقة السمينة، مش كده؟ أغنى لغة في العالم لغة العرب. تلاقي الحاجة الواحدة باختلاف عمرها السني، كل عمر ليه اسم. الكلب الصغير نقول عليه جرو، كبير بقى مش عارف بقى كلب. الأسد الصغير نقول عليه شبل، كبير بقى أسد، وهلم جر. مش لغة غنية كلغة العرب. في البيع بالتقسيط قلنا يجوز، لكن نأمر البائع أن يرفق بالمسلمين في نسبة معينة محددة 20%. النسبة دي مين اللي حددها؟ لا قرآن ولا سنة. يسر. والله انت لو راجل دين فعلا صح، بيع يا أخي بالتقسيط بسعر الفوري، هتكسب والله العظيم منافع دنيوية وأخروية. أما الدنيا، تخيل لما صاحب معرض بيبيع قسط بسعر الفوري، زباينه هتكسب، مش كده ولا ايه؟ تاني حاجة مكسب أخروي هتيسر على المسلمين يا أخي. وبعدين النبي قال: درهم قرض أفضل من درهمي صدقة. لما تسلفني جنيه وتاخده أحسن من كونك تشحتني 2 جنيه. في الحكمة يقول لك: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد.